الرحمن الرحيم. التحية لكم مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الجزيرة الرياضية، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم ضمن الأسبوع الخامس عشر من منافسات الدوري المغربي لكرة القدم. وهنا أمامنا حكم اللقاء الحكم عمر نحلو الذي يطلق صافرة البداية وإطلاق العنان لبداية هذه المباراة التي تجمع بين فريقي الوداد الرياضي المغرب التطواني. مباراة تأتي ضمن ختام والأسبوع الخامس عشر من منافسات الدوري المغربي لكرة القدم، ومسرح المباراة هو المركب الرياضي أو ملعب محمد الخامس. أجواء ب16 درجة مئوية، أجواء مثالية هنا في المغرب في هذه الأيام. وهنا بداية أولى تأتي أمامنا لصالح الضيوف لمحاولة افتتاح التسجيل. تسديد أمامنا ولكن في أحضان حارس المرمى. مباراة تبدأ بهجمة من البداية وتوضح عن نواياها الهجومية من البداية. تأتي أمامنا هذه المباراة بهجمة لصالح فريق نادي المغرب التطواني. مباراة ننتظر منها الكثير، مباراة هامة للفريقين. لدينا فريق الوداد في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، 8 انتصارات، 3 تعادلات و3 هزائم تلقاها فريق نادي الوداد. 27 نقطة، محاولة اللحاق بصاحب الصدارة والفارق 5 نقاط، ولدينا 9 جولات على الختام، وبالتالي إذن الفرصة متاحة حتى الآن للمنافس على لقب بطولة الدوري. في الجانب الآخر المغرب التطواني في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، 14 لقاء لعب، 4 انتصارات، 8 تعادلات وهزيمتين تلقاهم هذا الفريق. هنا محاولة الرد واحدة بواحدة والسن بالسن من البداية. تبدأ هذه المباراة، تأتي أمامنا الكرة الماضية عن طريق اللاعب فابريس أونداما. يكرم الضيف، فنبدأ بتشكيلة الضيف. فريق المغرب التطواني الذي يدخل هذه المباراة بتشكيلة مكونة كل من الكناني عزيز في حراسة المرمى بالرقم 1، أنس المرابط 14، محمد برهون 3، جود إسماعيلي بالرقم 21، وحسن أبو زغير بالرقم 4، نصير الميموني 8، ملحاوي زكريا 2، سمير كيتزاني بالرقم 31، بن هنية عبد الكريم 85، ولدينا زيد كروش 10، وحسام الشاجي بالرقم 11. هي تشكيلة فريق المغرب التطواني. كرة ملعوبة في الأمام لأصحاب الأرض لفريق نادي الوداد الذي يحاول أمامنا ويسيطر حتى الآن على الكرة. انطلاقة تأتي من الأمام فتاح سعيد، الكرة العرضية ولكن التغطية الدفاعية التطوانية في الكرة الماضية، وخطأ يأتي لصاحب الأرض الذي يلعب المباراة بالحواصلي ياسين حراسة المرمى بالرقم 22. لدينا في خط الدفاع لدينا فتاح سعيد 28، اللمسين مراد بالرقم 3، عليوي جمال بالرقم 19. آخر انتدابات وهو آخر انتدابات فريق نادي الوداد من قاري يونس 24، عطوشي أمين 5، الإصبحي أنس ب 33، بكر الهلالي 17، ولدينا بويلي أندرسون 30، وفي الأمام طبعا الثنائي لسموثيس بالرقم 12، وفابريس مداما 21. دويتو أسمراني أفريقي حاضر مع فريق الكبير فريق نادي الوداد. مباراة ننتظر منها الكثير، وكما ذكرت تبدأ في أول 4 دقائق بهجمات من الجانبين. إذن النوايا والملامح الهجومية بارزة حتى الآن. تهيئة الكرة وتسديدة، ولكن مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لصالح فريق المغرب التطواني. كرة ملعوبة، تقدم للأمام وتمرير إلى في الأمام، محاولة هنا للتقدم عن طريق زيد كروش، يتقدم للأمام، أو حسام الشاجي عفوا يتقدم أمامنا يبحث عن المساندة التي تأتي، ولكن الكثرة تغلب المهارة يا حسام يا شاجي. عادت مجددا أمامنا تمريرة في منتصف الملعب من جانب اللاعب، محاولة هنا وتسديدة ومرت إلى أحضان حارس المرمى. غلطة الشاطر بألف في هذا المكان يا منقار يونس، غلطة الشاطر بهدف وليس بألف في هذا المكان. تمريرة ملعوبة في منتصف الملعب، مباراة سريعة حتى الآن من الجانبين، وكرة ملعوبة في الأمام، محاولة الرد هنا أمامنا، والتغطية الدفاعية تأتي من محمد أبو رهون وتلعب مباشرة في الأمام. انطلاقة أمامية تأتي لصالح فريق نادي المغرب التطواني، تمريرة في منتصف الملعب، ولكن الاستخلاص يأتي بعد ذلك عن طريق اللاعب أنس. وصلت أمامنا فتاح سعيد يلعب الكرة في الأمام، انطلاقة ومحاولة للتقدم. لدينا حضور جماهيري
يعني ملعب المباراة طبعا ليس كعادة الحضور الجماهيري في البطولات الأفريقية أو المنافسات الخارجية التي تعتدنا أن تملأ الكنبات والمدرجات ويكتظ بها ملعب أو مركب محمد الخامس، ولكن أعتقد بوضعية الحضور الجماهيري أو معدل الحضور الجماهيري في طوال منافسات الدوري المغربي حضور جماهيري مناسب لهذه المباراة. أهازيج وآهات حتى الآن تعلو ملعب المباراة من جانب الجماهير الكبيرة والمتفردة في تشجيعها والمعروفة عالميا وأفريقيا. جماهير فريق نادي الوداد الرياضي أحد أعرق الفرق وأعتق الفرق تاريخ كرة القدم الأفريقية. شو الماضي الحاضر أمامنا عليوي جمال كان الالتدام أخطأ في مكان لا يحتاج المجازفة. هنا كما ذكرت جماهير على أنغام التشجيع، جماهير طوال المباراة تحتاج يعني في المغرب أعتقد إذا ما كنت من أحد جماهير الرجاء أو الوداد أو الجيش أو هذه الجماهير الكبيرة أعتقد أنك تحتاج للياقة بدنية لأن تنضم للتشجيع. كرة ملعوبة وتسديدة وين بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحتاج للياقة بدنية. موضوع أنك تذهب للملعب وتحضر المباراة جلوسا موضوع ملغي تماما. شوف الكل بلياقة بدنية عالية طوال المباراة، وبعضهم يكاد لياقة تفوق لياقة اللاعبين، لأنه طوال 90 دقيقة يظلوا على هذه الأنغام والتراقص على إيقاعات التشجيع المتواصل الذي لا يتوقف بصورة فاعلة حتى الآن من جانب جماهير فريق الوداد الرياضي. كما ذكرت تفردت وتابعناها من خلال يعني البطولة الأفريقية كيف يمثل هذا الملعب بكل أمانة خندقا للفرق الأخرى التي تأتي، هذا فقط للعامل النفسي والجماهيري. كرة ملعوبة أمامنا، وما بالك أيضا بالعامل الفني عندما يكون الفريق في أوج عطاءه ومستواه. تمريرة ملعوبة في منتصف الملعب، بن هني عبد الكريم يلعب الكرة في منتصف الملعب، نصير الميموني وتمرير هنا في الأمام ملعوبة عن طريق ملحاوي زكريا، هجمة مليحة من ملحاوي زكريا والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية إلى ركلة ركنية لصالح فريق المغرب التطواني. ليس بالفريق الهين حتى الآن، يصارع يناطح أصحاب الأرض في الهجمات إلى حين اللحظة لهذا الفريق الذي يلعب طبعا بلونه الأسود والأبيض أو كما يعرف يبادو الزاكي بأتلتيكو التطواني، لنعرف وكما هو معلوم ومعروف طبعا لجماهير طبعا جماهير المغربية تعرف هذا الأمر، ولكن من خارج المغرب طبعا بالقيمة التاريخية الموجودة بين أتلتيكو مدريد وهذا الفريق. كرة ملعوبة أمامنا والكرة بعد ذلك راية أو خطأ في الكرة الماضية. نعرف القيمة التاريخية الموجودة بين المغرب التطواني وبين فريق أو أتلتيكو تطوان، هذا الفريق التي تربط يعني أو حتى تركيبته الإثنية التاريخية صح التعبير نجدها في شراكة وطيدة مع فريق نادي أتلتيكو مدريد. ويكفي أن أفضل من مر بتاريخ نادي أتلتيكو مدريد وكرة القدم العربية، والذي أعتقد أنه فتح الاحتراف العربي المباركي نتكلم عنه بعد هذه المحاولة الحاضرة أمامنا. استخلاص يأتي لصالح فريق نادي الوداد، انطلاقة أمامية وهجمة أسمرانية تأتي عن طريق الحاضر أمامنا لسموثي يلعب الكرة في الأمام، يبحث عن العرضية والرأسية دفاعية تبعد بعد ذلك واستخلاص يأتي أمامنا. كما ذكرت واحدة بواحدة، لا فريق أفضل من الآخر، تساوي الكفة حتى الآن من الجانبين، تارة سوداء للتطواني ومرة بيضاء لفريق نادي الوداد. كرة ملعوبة أمامنا، فابريس سنداما يلعب الكرة إلى فتاح سعيد، تمريرة بشكل خاطئ من فتاح سعيد. ذكرنا عزيزي المشاهد الكريم بأن فريق نادي المغرب التطوان او اتلتيكو تطوان طبعا من فتح اوج كانت هناك طبعا علاقات وطيده بين الرؤساء بالنسبه لهذا الفريق سواء في المرحله وللمعلوميه طبعا هو من الانديه التي شاركت ايضا في منافسات الدوري الاسباني صح التعبير. فريق الذي ولد عام 1917 بمدينة تطوان، وبعد ذلك طبعا اندمج واعطى اتلتيكو كلوب تطوان عام 22 والى غايه استغلال المغرب يعني كان يعتبر في مختلف اقسام الليغا الاسبانيه موجود بذلك. ما يهمنا في الامر طبعا هذا تاريخ لا يغير، ولكن ما يهمنا في الامر هو الاسم الكبير الذي من وجهه نظري الشخصيه انه فتح
فتح أبواب الاحتراف لكل اللاعبين المغاربة أو الطيور وقافلة اللاعبين المغاربة التي أصبحت تزين القارة الأوروبية على مر التاريخ. النجم الكبير وأسطورة كرة القدم المغربية العربي المبارك الذي يعتبر أحد أفضل المحترفين التاريخيين الذين مروا في تاريخ الكرة الأوروبية إن لم يكن أفضلهم، ونتحدث عن العرب لهذا اللاعب الذي للأسف يعني إعلام الرياضي، عدم وجود الإعلام الرياضي من جراء الحرب العالمية الثانية في تلك الفترة لم يعطي هذا اللاعب حقه، ولكن إلى حين اللحظة تتتالى الأجيال في أتلتيكو مدريد ويذكر اسم العربي بن مبارك الذي كما ذكرت كان بداية وأوجا وقاعدة لاحتراف اللاعبين المغاربة أو المغرب العربي بصورة عامة. موهبة فذة، موهبة كبيرة، كان مدربا للمنتخب المغربي من قبل العربي بن مبارك الذي درب المنتخب المغربي طبعا عام 57 إلى عام 60 كتدريب. بدأ في إيديال كازابلانكا عام 34، الاتحاد الرياضي المغربي 38، مارسيل الفرنسي 39، وبعد ذلك فترة التأوج من 48 إلى 53 مع أتلتيكو مدريد، وهي أجمل فترة لهذا اللاعب طبعا في فترة كانت قيمة كبيرة ولديه تمثال هناك موجود. اسم لابد ومحطة لابد أن تقف عنها لهذا اللاعب الكبير. كرة ملعوبة أمامنا إلى خارج أرضية الملعب، وامتدت بعد ذلك سرب اللاعبين المغاربة، ولكن للأسف كرة القدم المغربية في الفترة الأخيرة ليست هي المغرب. ولو تسألني شخصيا عن أجمل المواهب في العالم العربي كمهارة وموهبة أقول لكم أنت مغمض اللاعبين المغاربة، ولكن للأسف المغرب حتى الآن التي نتمنى أن تعود قيمة ثابتة في كرة القدم الأفريقية وعودة مستواها، هو عودة للتوهج لكرة القدم الأفريقية. السنوات الماضية كأنك تحس بأن هناك ضلع غايب تماما، بأن هناك فرحة لا تكتمل، وإن كانت للفرق العربية تأهل الجزائر عام 2010، مصر في البطولات الأفريقية، ولكن كأن الفرحة غير كاملة لأن المغرب غير موجودة على الخارطة في الفترة الأخيرة. نتمنى يا بادو الزاكي عودتها، لأن عودتها عودة لقيمة كبيرة لكرة القدم وليس المغرب وحدها وحسب. رمية تماس جانبية ونلعب مشاهدي الكريم في 12 دقيقة على زمن شوط المباراة الأول، وحتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين إلى حين اللحظة في أداء يغني عن النتيجة حتى الآن، أداء فني. كرة ملعوبة، تمريرة أو في الأمام ملعوبة، حاولوا الكرة إلى ركلة مرمى. كرة في الأمام ملعوبة في منتصف الملعب لصالح فريق الوداد، تمريرة ملعوبة أمامنا وعادت الكرة إلى حسين بكر الكرة الماضية. حتى الآن في منافسات الدوري أو لهذين الفريقين الحاضران أمامنا لدينا تبديل مبكر من البداية، أعتقد من جراء يعني للتبديل الاضطراري يأتي أمامنا الآن جروح بلال اللاعب الحاضر أمامنا في الصورة أو الحاضر البديل، وإلى خارج أرضية الملعب ألف سلامة إلى خارج أرضية الملعب جود إسماعيلي إلى خارج أرضية الملعب، وزروح بلال إذن إلى داخل أرضية الملعب بالرقم 16 زروح بلال إلى داخل أرضية الملعب. أول تبديل يأتي في المباراة من جراء إصابة التي لحقت باللاعب جود إسماعيلي. تمريرة ملعوبة في الأمام أو في منتصف الملعب، نقلات تتواصل أمامنا حتى الآن. كرة عن طريق عطوش يمين، يلعب كرة في الأمام عطوش يمين، عادت الكرة هنا أمامنا، تمريرة إلى حارس المرمى اللاعب حواص لياسين، يلعب كرة في الأمام الحواص لياسين، نقلة ما زالت هنا أمامنا، وتمريرة ملعوبة في الأمام، محاولة للتقدم عن طريق اللاعب بن هني عبد الكريم، يلعب كرة في الأمام وتمريرة عادت مجددا لفريق المغرب التطواني. كما ذكرنا ليس بذاك الفريق الهين أبدا،
قيمة كبيرة حتى الآن وأداء كبير أمام فريق نادي في ملعبه وبين جماهير فريق نادي الوداد إلى حين اللحظة. آخر لقاء في الدوري جمع بينهم بهدفين لفريق التطواني، عبد الرزاق المنصاف وهشام العمراني سجل هدفا في مرماه على فريق نادي الوداد. هذا آخر لقاء جمع بين الفريقين. تمريرة ملعوبة أمامنا مرت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة إلى ليسموثيز، يتقدم للأمام ليسموثيز وتمريرة عادت هنا أمامنا لمسين مراد يلعب الكرة في الأمام. لمسين مراد حاول عن طريق فابريس أونداما وتمريرة يحافظ على كرته حتى الآن، وخطأ يأتي لصالح فريق الوداد. كرة عادت إلى آخر اللاعبين، عليو جمال يلعب الكرة في الأمام إلى بكر الهلالي في منتصف الملعب، وخطأ على بكر الهلالي في الكرة الماضية. خطأ على بكر الهلالي في الكرة الماضية. كرة ملعوبة وصلت هنا في منتصف الملعب الدفاعي لفريق نادي المغرب التطواني. تمريرة ملعوبة في الأمام وإلى حارس المرمى الحارس الحواصلي ياسين. إن صح التعبير حتى الآن، إن كانت هناك أفضلية نسبية وليس بفارق، فإنها للضيف إلى حين اللحظة، فإنها للضيف بفاعلية الهجمات أو هجمات حقيقية على درب المرمى إلى حين اللحظة. تمريرة ملعوبة في الأمام، نقلة ملعوبة أمامنا في المكان في الجهة اليسرى وإلى خارج أرضية الملعب. التمرير الماضي يحاول كان فتاح سعيد اللحاق بها، وهنا لدينا قائد الفريق اللاعب منقار يونس يطلب من لاعبيه الضغط في الأمام. تمريرة ملعوبة لقاءات الفريقين في آخر سنوات، يعني آخر سنوات أكبر نتيجة 2006 في آخر إن صح التعبير 7 مواسم 3-0 للوداد 2006، ولكن أو 4-2 للمغرب التطواني كانت أكبر نتيجة في 2007. ولكن عدا ذلك المباريات، جل المباريات 2-0 أو 1-0 أو فارق الهدف الموجود. 2006 هنا كرة ملعوبة أمامنا، عرض مجددا، محاولة للكرة الملعوبة والمطالبة هنا أمامنا يده تسديدة، عارض مجددا وتبعد بعد ذلك. وبالسلامة داد يضغط الآن أمامنا، وهجمة تأتي بأثر رجعي بعد موجة من الهجمات المتواصلة لفريق نادي المغرب التطواني، وخطأ في الكرة أو بالسلامة في الكرة الماضية. كما ذكرت عزيزي المشاهد، آخر 7 مواسم جمعت بينهم 4-2 و3-0 هي أكبر نتيجة. 4-2 2007 للمغرب التطواني و3-0 للوداد، هذه أكبر النتائج. على ذلك جل المباريات إما تعادل أو فارق الهدف الوحيد فيما بينهم، وهذا يدل على تقارب المستوى في السنوات الأخيرة بين الفريقين والندية الموجودة بين الفريقين في الفترة الأخيرة. توجيهات متواصلة، ولدينا هنا عبد العزيز عمري في الجانب الآخر، اللاعب السابق والمدرب لفريق نادي المغرب التطواني. وهنا جماهير كما ذكرت تظل تشجع وتؤازر بلا توقف حتى الآن طوال هذه المباراة، أو منذ أن أطلق الحكم صافرة المباراة، بل قبل ذلك ما زالت مشجعة مؤازرة لفريقها بلا توقف. كرة ملعوبة أمامنا في الأمام لسموثيز، كرة أمامية ولكن تصل إلى حارس المرمى لكناني عزيز. كناني عزيز يلعب الكرة ما شاء الله كأنه لعبها بقدم، تقدم للأمام أو عودة للخلف. تمريرة أنس المرابط في منتصف الملعب، نقلة هنا للأمام ومحاولة للتقدم. عادت الكرة هنا أمامنا لصالح فريق المغرب التطواني، تمريرة ملعوبة في الأمام ولكن التغطية محمد برهون تغطية الكرة الماضية. محاولة للتقدم مجددا وكرة بينية، فكرتها ممتازة ولكن القراءة الدفاعية أيضا رائعة كانت في اللقطة الماضية من عطوشي. أمين تلعب الكرة أمامنا، وبمبدأ الضمان برهون يلعب الكرة أمامية.
وصلت في منتصف الملعب لفريق المغرب التطواني. تمريره ملعوبه امامنا عن طريق اللاعب حسن بوزغير. إعادة الكرة لحارس المرمى لكناني عزيز. كناني عزيز يلعب الكرة في الأمام بشكل خاطئ. عادت لفريق نادي الوداد في منتصف الملعب. لسموثيس يلعب الكرة ما يحاول التقدم، ولكن تدخل مباشرة يأتي من الخلف على اللاعب فابريس أونداما. تلعب الكرة أمامية إلى حارس المرمى الحارس الحواصلي ياسين. شاهدنا الحواصلي أمين أكثر حتى الآن من الجانب من الكناني عزيز، وهذا دل على تتالي الهجمات وظهور فريق نادي المغرب التطواني على مرمى الوداد بصورة أفضل حتى الآن، أو بصورة فاعلة أكثر لفريق نادي الوداد حتى الآن. ركلة ركنية تأتي أمامنا، وبوبلي أندرسون في تنفيذ الركلة الركنية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاول هنا الاستلام وابعاد يأتي للكرة الماضية. عادت الكرة أمامنا، محاولة للتقدم في الأمام، انطلاقة هنا مجددا تأتي أمامنا وكرة ملعوبة في الأمام، ولكن الكرة بعد ذلك إلى مرت لفريق نادي الوداد. أعتقد بأن فريق نادي ما ينقص حتى الآن فريق نادي المغرب التطواني هو واصل للمرمى، أي نعم واصل لدرب المرمى، يشكل هجمات بأفضلية أي نعم، ولكن هو يعتمد بصورة واضحة أمامنا الآن على منطق جدا على ارتداد هجماته. أولا الزيادة العددية ليست بالشكل المطلوب، لحظة الهجمة يتقدموا للأمام، وبالتالي يعتمد على محاولات أو إمكانيات الفردية للاعبيه في خط المقدمة زياد كروش أو حسام الشاجي، ولكن كما ذكرت الزيادة العددية التي تأتي من منتصف الملعب لحظة الهجمة غير موجودة، لذلك نشاهد 3 لاعبين أو لاعبين أمام 4 أو 5 لاعبين، وبالتالي كثرة تغلب المهارة، ويضطر اللاعب المغرب التطواني دوما إلى إيجاد الحل عن طريق المهارة. هنا السلام أتى أمامنا، وإبعاد الكرة كان في اللقطة الماضية التي أتت كان ينتظرها بفارغ الصبر في الكرة الماضية لسموثيس، ولكن مرت من قبل المدافع أنس مرابط أو حسن بوزغير عفوا. كرة ملعوبة في الأمام حتى الآن ثلاثي الأسمراني عامل عمايل في الأمام. لدينا لسموثيس أندرسون أونداما، ثلاثي نشط إلى حين اللحظة، ثلاثي نشط أو مثلث نشط حتى الآن، مثلث برمودا الأسمر. هنا ايضا اشوف الصوره تاتي امامنا للجماهير الحاضره في الجانب الاخر لفريق التقني. ركله مرمى، اعتذار ياتي بشكل لطيف من اونداما على اللاعب نصير الميموني. كره ملعوبه فتاح سعيد يلعب الكره في الامام. فتاح سعيد عادت في منتصف الملعب، ونقله هنا تأتي أمامنا، محاولة للتقدم وتسديدة. يا سلام يا سلام يا جماعة، قلنا مثلث برمودا الأسمراني، مثلث برمودا الأسمراني يلهي بالملعب ويؤجج المركب الخامس، وهنا الفرحة على الطريق الأفريقية. يأتي سموثيس يفعلها أمامنا، وما له إلا موثيس وليس لها إلا موثيس يفعلها ويؤجج المدرجات، بل يلهبها لمدرجات ملعب المركب الخامس. فرحة كبيرة جدا، هستيرية تغلف ملعب المباراة بهدف رائع يأتي أمامنا لصالح فريق نادي الوداد. هدف يأتي أمامنا، كرتين صفراوين يأتيان للاعبين اللي سموثيس وفابريس أونداما. يا أخي لو تديني أحمر راضي بعد هذا الهدف الجميل، لو تدي أحمر راضي. شوف أمام كم لاعب لم يجد إلا الحل الفردي، تسديدة حارس المرمى الكناني عزيز لم يراها. هذه اسمها يا كناني يا عزيز، اسمها جيبها من الشبكة، اسمها لا تحاول معاها بل فقط جيبها من الشبكة. الهدف الأول يأتي أمامنا لصالح فريق نادي الوداد.
هدف أول يأتي أمامنا. وكما تحدثنا قبل لحظات من هذه المباراة، يا عزيزي المشاهد، بأن الهجمات الموجودة أمامنا أكثر من لاعب يضطر للحل الفردي لعدم وجود الزيادة العددية، وهنا الحل الفردي يأتي أوكولا عن طريق موسيج بلعبة غدارة، بل غنى غدارة معها في الكرة الماضية. حارس المرمى الكناني عزيز وجد غدرا من جانب اللاعب ليثموثيس، موه ليثموثيس، يعني شكله لما استلمها موضوع انه يسدد من هذه المسافة ومن هذه الزاوية امام هذا السد الدفاعي صعب، ولكن يفعلها ويأتي بهدف أول، هدف يشعل المباراة وهدف لمصلحة المباراة بعد مرور 25 دقيقة على زمن الشوط الأول. والفرحة قطعا موجودة على المدرب الكبير البادو زاكي، والبادو أظلم يا الزاكي. هذا من الممكن أن يكون رد فريق نادي المغرب التطواني. عموما ننتظر مباراة يعني إلى حين اللحظة أعتقد أنها فنيا على مستوى ممتاز، إلى حين اللحظة ممتازة حتى الآن على الصعيد الفني إن صح التعبير إلى حين اللحظة، وأيضا على الصعيد الجماهيري إلى حين اللحظة. تمريرة ملعوبة هنا إلى أنس المرابط، يلعب الكرة في الأمام أنس المرابط، وهنا استخلاص يأتي أمامنا بكر الهلالي إلى رمية تماس. رمية تماس وكرة ملعوبة. تمريرة عادت إلى حارس المرمى حواصل ياسين، والعبرة ليست بكم الهجمات بل العبرة باستغلال الهجمات في كرة القدم، وهذه هي القاعدة الراسخة. لدينا أكثر من هجمة موجودة. هنا لمحة يا حبيبي على اللمسة، كما ذكرنا يا جماعة المغاربة مواهب، المغاربة مواهب، ولكن من الجميل أن تقنن هذه المواهب وتعكس هذه الموهبة على بيان بالعمل داخل أرضية الملعب بنتائج لا فقط فنيات. من الجميل هذا ما كان موجود في السابق في جيل البادو أو الجيل الذي أتى بعدهم بعد ذلك الكبير أحمد بهجة والمجموعة الجميلة الموجودة معها بصير وغيره أحمد بهجة وسعيد شيبة وهذه المجموعة، ثم سعيد شيبة بعد ذلك بعد جيل بهجة وبصير، وبعد ذلك جيل حجي وهذه المجموعة. نتمنى أن نجد مواهب تعكس تتالي الأجيال الموجود منذ قديم الأزل الذي ابتدأ كما ذكرنا العربي المباركي لكرة القدم المغربية. كرة ملعوبة هنا أمامنا ومحاولة للتقدم، محاولة الرد هنا أمامنا، والكرة بعد ذلك تأتي إلى هجمة لصالح فريق نادي. تمريرة في منتصف الملعب، شايفين مثلث برمودا عامل عمايل كما ذكرت الأسمرائي، نقلة ملعوبة في الأمام. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، سيطرة ما بعد الهدف أو مرحلة ما بعد الهدف. نقلة ملعوبة في الأمام، تمريرة وكرة هنا عادت مجددا. كما ذكرت العبرة ليس بالسيطرة أو تتالي الهجمات. شفنا كمثال الشامبيونز ليج برشلونة سيلتيك، سيطرة وصلت ل 89% لبرشلونة، من أعلى النسب الموجودة في تاريخ كرة القدم حتى في السيطرة. 89% فريق سيلتيك في الشامبيونز ليج في آخر جولات المجموعات أو في جولة قبل الأخيرة من المجموعات. احتفظ الشوط الثاني بالكرة ل 43 ثانية فقط، 43 ثانية، ولكن من تحصل على 3 نقاط فريق سيلتيك. والعبرة في كرة القدم بالنتيجة وبمن يهز الشباك ويستغل الفرص. تمريرة ملعوبة هنا أمامنا في منتصف الملعب،
نقلة ملعوبة ومحاولة للتقدم للأمام لصالح فريق الثاني. تمريرة عن طريق أنس المرابط، يلعب الكرة في الأمام ومرت إلى رمية تماس. نصف ساعة مشاهدين الكرام على زمن الشوط الأول، وحتى الآن التقدم بهدف لفريق الوداد. حاول ملعوبة في الأمام، كرة في منتصف الملعب، عارض مجددا أمامنا لفريق المغرب التطواني. تمريرات متواصلة في الخلف، حتى الآن تمريرات خلفية تتواصل من جانب فريق المغرب التطواني. محاولة في منتصف كرة أو تمريرة في منتصف الملعب من جانب اللاعب أنس المرابط، أحد اللاعبين الرائعين بكل أمانة أنس المرابط في هذه المباراة. نقلة ملعوبة مرابط وحسين بوصغير في منتصف الملعب، بالإضافة إلى اللاعب صاحب الرقم 8 نصير الميموني. لدينا لا ننسى أن فريق نادي يعني المغرب الوداد لدينا كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، السية مرت إلى خارج أرضية الملعب. لدينا غيابات موجودة أيضا في هذه المباراة، قرابة ال5 غيابات موجودة. طبعا لدينا هشام العمراني يغيب من جراء الإصابة، لدينا ياسين اللكحة للطرد أمام حسنية تغادير الكرة الماضية، يوسف رابح لديه 4 انذارات، ونادر المياقري حارس المرمى طبعا موجود مع المنتخب المغربي الذي نتمنى له كل التوفيق بإذن الله في بطولة الأمم الأفريقية القادمة. خطأ في الكرة الماضية. خطأ، وأمامنا أندرسون في تنفيذ الخطأ، وهنا حارس المرمى حتى الآن أعتقد أنه لم يستفيق حتى الآن من جراء ومن وهلة هنا محاولة الهدف الذي ولج مرماه، لم يستفيق من الهدف الذي ولج مرماه. هدف أتى بصورة مفاجئة بكل أمانة في الهدف الأول لصالح فريق نادي الوداد. محاولة للتقدم، والكرة بعد ذلك يكسب منها اللاعب بوبلي أندرسون أكثر ما يمكن أن يكسبها، ويستفيد في الكرة الماضية من ركلة ركنية، وهو متخصص، والركلات الثابتة والركنية مسجلة رسميا باسمه، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مبعد الكرة الماضية. عارت في الخلف إلى حارس المرمى، الحارس الحواس لياسين، يلعب ياسين الكرة في الأمام، ترويض بصورة ممتازة من جانب اللاعب أندرسون، يحاول التقدم وخطأ في الكرة الماضية، وهو من سيتصدى لها الحاضر أمامنا ياسين. تمريرة ملعوبة مباشرة داخل منطقة الجزاء، يا سلام، كرة موزونة بالمسطرة والقلم، الكرة الماضية موزونة بالمسطرة والقلم على رأس لسموثيت، كرة ملعوبة كانت بصورة ممتازة. بكر
الهلالي وكاد أن يهل الهدف الثاني. يا هلالي أبو زيد الهلالي، مش بكر الهلالي في الكرة الماضية، أبو زيد الهلالي وزنها بالمسطرة والقلم على رأس اللاعب ليسموثيس، ورأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. كل أمانة ينتفض بل يستفيق فريق الوداد من بعد مرحلة الهدف. بعد الهدف يستفيق، وأفاق المدرجات وأفاق المباراة معاه بلونها الأبيض. بعد ذلك أعتقد أن شوط أول انقسم في الجانبين من ناحية السيطرة. أول ربع ساعة كانت لفريق نادي المغرب التطواني الذي لابد أن لا نهضم حقه لأنه سيطر وكان خطيرا، وفي الجانب الآخر بعد ذلك الربع ساعة التالية كانت لفريق الوداد وتوجها بهدف. كرة ملعوبة وصلت هنا امامنا مجددا الى لاعب بكر الهلالي، الهلالي بالكعب يا سلام بثقه كبيره، وعوده بعد ذلك في الخلف، تغيير اتجاه اللعب عن طريق لمس مراد، يغير اتجاه اللعب لمس مراد، وكره الى فتاح سعيد يتقدم في الامام. فتاح سعيد يلعب كره امام فتاح سعيد، تقدم هنا في الامام، وانطلاقه تاتي في منتصف الملعب مجددا. مثلث برمودا الاسمر عامل كما ذكرت كبيرة جدا حتى الآن في الجانب الهجومي. الكرة العرضية ملعوبة عالية هنا أمامنا، عارت مجددا للقادم من الخلف لمس المراد، والعرضية من جانب لمس المراد بلقطة جميلة جدا، بلقطة جميلة جدا ولمحة فنية جميلة جدا، وهذه هي المهارة التي نتحدث عنها. شوف الكرة يا حبيبي، اللقطة الماضية ودى معاه أبو طويل وداه تطوان، وجابوا مرة ثانية هنا رحلة ذهاب وعودة بمهارة جميلة من مدافع وليس مهاجم. عشان كذا نحن لما نتحدث عن الموهبة المغربية والمهارة الموجودة وقلنا في العالم العربي، هذا بيانا بالعمل من مدافع بهذه المهارة، وما بالك بوسط أو لاعبين مهاجمين. كرة عادت مجددا في الأمام، نلعب في 37 دقيقة من عمر هذه المباراة. تمريرة في منتصف الملعب، وكرة عادت إلى آخر اللاعبين حسن بوزغير. تمريرة ملعوبة أمامية عادت مجددا في منتصف الملعب. بكر الهلالي يلعب الكرة الهلالي إلى حارس المرمى حواس لياسين، كرة مباشرة في الأمام من جانب الحواس لياسين، وهنا انطلاقة وراية التسلل تأتي من المساعد الأول عزيز مهراجي، من عزيز مهراجي المساعد الأول في المباراة. طبعا للمعلومة المساعد الأول هو الذي يتواجد مقابل بجانب المقصورة الرئيسية، وفي الجانب المقابل الآخر يتواجد المساعد الثاني. هنا الصورة والمؤازرة وراء واضح تماما الأعلام التي تزين هذه المباراة، والرمز الموجود بالمناسبة الذي يعتبر الشعار الأصلي الذي صمم في عام 1730، والذي كان أولا من أولى الشعارات الرياضية في تاريخ كرة القدم العربية بالمناسبة، الذي يحتوي على كلمات عربية بالخط العربي، ويحمل رمز الهلال الذي يدل على طبعا الإسلام، ويعتبر من أول الأندية العربية نادي الوداد الذي زين الرمز بهذه الطريقة. الرمز مر بخمس مراحل مر بها إلى أن وجدنا هذا الرمز الموجود، والتعديل الطفيف الذي أتى على الشعار عام 93. أول شعار كان كم؟ كان 37، وعام 93 كان آخر تجديد شعار طبعا بشكله الموجود أمامنا، والذي يزين أو يوشح صدر لاعبين فريق نادي المغربي. تحصل على بطاقة صفراء لهذه الاحتفالية، بطاقة صفراء مجانية. وهنا نطرح أمرا هاما، اللاعب يعرف أن خلع الفانيلا لديه بطاقة، ولكن لابد أن تعرف أن الاحتفال بأشياء من خارج نطاق المستطيل الأخضر أيضا فيها الحصول على بطاقة صفراء، وهذه لابد أن ترسخ في ثقافة اللاعبين، لأنه لاعبان تحصلا على بطاقات مجانية أو كرتان صفراوان، وهما
لسموثيس واندرسون بالمجان. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عرضية ولكن إلى أحضان حارس المرمى. شوف حتى اللقطة الماضية وندامة تشبع بمهارة المغاربة، بمهارة جميلة كانت في الكرة الماضية. تمريرة ملعوبة وخطأ يأتي أمامنا وكرة ملعوبة. ضاعت وابت ومرت، وفرصة هادت لفابريس اونداما بخطأ، ولكن الكرة تعاطفت وربنا ستر معاك. في الكرة الماضية ملحاوي سكرية، لعبة لم تكن مليحة من جانب الأسمراني. فابريس اونداما مرت إلى خارج أرضية الملعب، هي ما مشت معاه، جاملت ملحاوي في الكرة الماضية. هنا محاولة الرد من جانب فريق المغرب التطواني، محاولة التقدم أمامنا 1-2 والثالثة وين؟ إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. شوف تمريرة كانت ملعوبة أمامنا، كرة عادت مجددا في منتصف الملعب. رمية تماس وكرة عائدة من جانب اللاعب أنس المرابط إلى حسن بوصغير. حسن بوصغير وكرة ملعوبة ملحاوي زكريا، يلعب الكرة في الأمام. ملحاوي زكريا تقدم أمامنا، ولكن انضباطية ودور دفاعي جديد يأتي من جانب فريق نادي أو من جانب اللاعب دام في الكرة الماضية. تقدم يأتي أمامنا وكرة في منتصف الملعب ملعوبة لفريق نادي الوداد. تقدم هنا يأتي في الأمام عن طريق القادم لمسن، والكرة العرضية مرت وعدت وأبت الكرة الماضية لفريق نادي استخلاص. يا سلام، 2 في 1، دفعة واحدة. اللاعب يراوغ بالجملة والبطاقة الصفراء الثالثة في المباراة تأتي هذه المرة على الحاضر أمامنا في الصورة. الأصبحانس يتحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة. تمريرة وكرة ملعوبة في الأمام، وصلت كرة ملعوبة في الأمام لصالح فريق المغرب التطواني. تمريرة ما زالت هنا أمامنا وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. هلالي حاول أن يلعبها في الزاوية البعيدة بخارج القدم الهلالي، مرت وعادت مجددا الهلالي. وتمريرة ملعوبة في الأمام عن طريق لمس مراد داخل منطقة الجزاء، باكورد إلى خارج أرضية الملعب، باكورد إلى خارج أرضية الملعب. مرت وعدت الكرة الماضية، حاول كانت أمامنا في الكرة الماضية ومرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة في الأمام، نلعب في 44 دقيقة مشاهدينا الكرام. يعني صراحة من الأمور الجميلة التي تجعلك تصمت لوهلة قرع الطبول والأهازيج الموجودة في المدرجات. أعتقد أن إبداع المدرجات يضاهي إبداع اللاعبين داخل أرضية الملعب
من الجماهير الموجودة التي تقدم لوحة فنية جميلة والتي تزين هذه المباراة بكل أمانة. ومن قال أنها ملح المباراة هي وليس ملح، بل هي طبخة المباراة بالكامل، هي طبخة المباراة بالكامل، وهي سكسك المباراة بالكامل، أو هي الكسكسي بالكامل. يزين هذا الملعب وليس ملحا وحسب، وليس ملحا وحسب. لقطة جميلة، وكما ذكرت تجعلك بكل أمانة تندمج قبل الدخول في المباراة. كرة ملعوبة في منتصف الملعب لصالح فريق نادي الوداد، تمريرة ملعوبة أمامية وإلى حارس المرمى الكناني عزيز. حاول وكرة ما زالت أو مرت إلى رمية تماس. رمية تماس ملعوبة في الأمام. خمسة 45 دقيقة بالتمام والكمال مرت على زمن الشوط الأول، والتقدم حتى الآن لفريق نادي الوداد بهدف وحيد إلى حين اللحظة. كرة ملعوبة في الأمام وإلى أحضان حارس المرمى، إلى أحضان حارس المرمى الحارس حواصلي ياسين. أعتقد من بعد الهدف ارتاح وتنفس الصعداء مقارنة بما كان عليه أول للاعب أو حارس المرمى الحواصلي ياسين. تمريرة وكرة ملعوبة في الأمام لصالح أو عادت للحواصلي ياسين حارس المرمى. شوف هنا الأشكال المختلفة والتشجيع والمؤازرة على كل الإيقاعات وعلى كل الأنغام، على كل الإيقاعات وكل الأنغام الموجودة أمامنا، وكل ما يمكن أن تجد من تشجيع وأشكال ولوحات فنية تشجيعية تجدها جماهيرية، تجدها في مسرح المباراة أو أمام ناظري تلوح من خلال هذا الجمهور الكبير الحاضر أمامنا الذي يزين المباراة، والذي كما ذكرت إن كان هناك أمر يتفوق على أداء اللاعبين فهو الدور الجماهيري الموجود في المباراة. راية التسلل في الكرة الماضية. وفي هذه اللحظات إذا مشاهدينا الكرام متابعي الدوري المغربي الكرام، يطلق حكم المباراة عمر النحلو عن نهاية شوط المباراة الأول.